اهلا بيكم. انا ايمان هشام، والحلقة دي مش لأي حد. دي حلقة لكل واحدة بصت في المراية في يوم وقالت لنفسها ان هي مش كفاية. لكل حد بيستخدم الاكل مش علشان يتغذى ويعيش بس، لكن علشان يحس انه مسيطر على حاجة معينة او يستحق حاجة معينة. حلقتنا النهاردة عن سحر الاكل، مش وصفة ولا دايت ولا حساب للسعرات الحرارية. احنا بنتكلم عن حاجة اعمق بكتير، عن وجع وصراعات مستخبية ورا كل مرة بنفكر فيها ان احنا نعمل رجيم. عارفين لما الناس بتقول لبنت بتعمل رجيم كلي مش هيحصل حاجة لو كلت الاكلة دي؟ هنا الموضوع بالنسبة لها بيبقى كأنه اختبار، او بتحس كأنه اختبار. لو هي ضعفت وكلت معاهم بتبتدي تلوم نفسها وتحس انها فشلت. اما لو نجحت وفشلت نجحت ان هي ترفض الاكلة دي، بتحس ساعتها ان هي ناجحة وقوية جدا. واحدة من البنات اللي شاركت في احد الدراسات اللي اتعملت في مواضيع الرجيم والدايت بتقول ان كل مرة بتتحكم فيها في اكلها بتحس ان هي انضف واقوى وانقى وقادرة ان هي تحقق اهدافها. وهنا هي حولت الاكل مش حاجة بس بنتغذى بيها، لكن حولته كمان لسحر. يبقى حاجة حلوة جدا لو هي مشيت على الرجيم، وحاجة بشعة جدا لو غلطت وكلت. بيبقى فيه بالنسبة لها اكل مسموح واكل حرام ان هي تاكله او ممنوع ان هي تاكله. في سعرات معينة محسوبة، وفي ناس بتوزن الاكل اللي بتاكله. طيب قبل ما نبدأ نحكي او نتكلم في الموضوع ده، محتاجين نسأل نفسنا سؤال بسيط. يعني ايه اضطرابات في الاكل؟ وليه علم النفس مهتم بدراسة اضطرابات الاكل، مع ان دي حاجة تبع اطباء ودكاترة التغذية؟ لما نسمع كلمة اكل دماغنا بتروح على طول للمعدة والوزن والميزان، والدكتور اللي بيحسب لنا السعرات الحرارية وبيكتب لنا النظام الغذائي. بس الحقيقة ان اضطرابات الاكل مش موضوعه الاساسي الاكل، ولكن الموضوع الحقيقي في اضطرابات الاكل هو المشاعر. اضطرابات الاكل هي محاولات يائسة من ناس عندها مشاكل في المشاعر، بتحاول تتحكم في المشاعر دي عن طريق جسمها عشان تحس انها بتتحكم في حياتها اكتر. ودي الطريقة اللي هي اتعلمتها للتعامل مع الألم، مع الرفض، مع الخوف، مع إحساسها بفقدان السيطرة أو عدم الكفاية. وده اللي بيخلي علم النفس بيدخل وبقوة في دراسة الاضطرابات دي، لأنها مش عادات أكل غلط بس، دي صراعات نفسية داخلية بتتجسد في الأكل. واحدة بتحرم نفسها من الأكل عشان تحس إنها قوية، واحدة تانية بتاكل لحد ما تتعب وبعد كده تبتدي تحس بالذنب، واحدة بتاكل وبعد كده بترجع اللي هي كلته عشان تحس ان هي نظفت نفسها من كل حاجة مؤذية. كل ده مش هتقدر تفهمه من خلال دكتور التغذية والطبق اللي انت بتاكله، ولكن هتفهمه من خلال فهمك لمشاعرك، وهو ده اللي بيقدمه دراسة علم النفس لاضطرابات الأكل. الناس اللي عندهم اضطرابات في الأكل مش بيسيطروا على الأكل علشان بس يخسوا زي ما بيقولوا، لكن هم بيحاولوا يسيطروا على حاجة أكبر من كده، بيحاولوا يسيطروا على حياتهم. واحدة قالت جملة هزتني جدا في الدراسة اللي قرأتها، إنها بتقول أول ما بتحس إن حياتها بقت فوضى، أول خطوة بتاخدها إنها بتتحكم في أكلها. والجسم هو الطريقة الوحيدة والأكل هو الطريقة الوحيدة اللي بتنتصر بيها على مشاكلها. في المجتمعات الغربية، وكمان ده ابتدى يظهر هنا في مجتمعاتنا العربية، إن في تصور معين للأنوثة، إن الأنثى هي اللي هي رفيعة واللي ليها وزن معين. واللي عندهم أنوركسيا نرفوزا بيقولوا إن إحنا مش الناس اللي بتجري ورا الأكل أو بتحب الأكل.
واحدة في البحث ده قالت انها بتحس بالهزيمة لما تحس انها نفسها في اكلة معينة. وبالتالي زي ما الباحثين فسروا في الدراسة دي ان اضطرابات الاكل مش بس جوع ووزن ورجيم، ولكن دي محاولة للهروب من احساس الشخص ان هو مش كفاية. وفي ناس بتمر بفترات صيام او ابتعاد عن الاكل طويلة جدا بتوصل ل 72 ساعة، والناس دي مش بتقدر طبعا ان هي تصمد قدام حاجة زي كده، فبتيجي في لحظة وبتضعف، بتاكل كتير جدا بشكل هستيري. بعد كده تبتدي تحس بالذنب وتحس بالندم وبتدي تكره نفسها. واحدة قالت في الدراسة دي ان هي لما بتدخل في نوبة الشره او الاكل الكتير ممكن تاكل اي حاجة قدامها حتى لو الحاجة دي وقعت منها على الارض. معناها انها وصلت لحالة ان هي فقدت السيطرة على نفسها وكأنها مدمنة للأكل، وخصوصا لو امتنعت عن الكربوهيدرات والعيش والمكرونة والرز والسكر لمدة طويلة. واحدة كمان بتقول ان هي بتاكل علشان بعد كده ترجع الاكل اللي كلته ده عشان تحس ان هي بقت اهدى، وان هي بقت مستريحة نفسيا اكتر. وبالتالي الدراسة دي اكدت ان الناس اللي بتاكل كتير دول بيحاولوا يملوا فراغ معين جواهم، لان هم مش قادرين يعملوا تسمية لمشاعرهم. من اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس اللي عندهم اضطرابات في الاكل ان هم ما بيعرفوش يقولوا انا زعلان، انا فرحان، انا محبط، انا مشمئز، انا بكره حاجة معينة، او اتعلموا ان هم ما يعبروش اصلا عن مشاعرهم، فنسيوا ازاي يسموا مشاعرهم. في بنت بيبقى عندها الانوركسيا نرفوزا او فقدان الشهية العصبي او الشراهة المرضية، بتبقى عارفة انها هتموت من كتر الاكل ومع ذلك بتكمل، او هتموت من قلة الاكل ومع ذلك برضو بتكمل ان هي ما تاكلش، لان هي بتحس من جواها ان هي هتبقى كويسة طول ما هي مش جعانة. وهنهي الفيديو ده باقتباسات من الدراسة والكلام اللي قالته البنات في الدراسة دي. واحدة بتقول ان هي كانت بتحرم نفسها من الاكل عشان تحس انها قوية ومش محتاجة لأي حاجة. واحدة كمان بتقول ان كل مرة بتاكل فيها وبترجع الاكل اللي كلته كأنها بتخرج مشاعر سلبية من جواها. واحدة كمان بتقول انا مش عايزة بس اكون رفيعة، انا عايزة اكون مش موجودة خالص. وواحدة بتقول ان الميزان هو اللي بيحدد اذا كانت هي انسانة تستحق اصلا تعيش ولا لا. واحدة كمان بتقول ان كل الناس اللي حواليها بيقولوا لها ان هي بتبالغ ومأفورة ومكبرة الموضوع كل ما بتتكلم عن الرجيم والوزن والاكل والوسوسة اللي بتبقى موجودة في الاكل، وهتاكل ايه وهتحط ايه في الطبق وهتوزن الاكل وتحسب السعرات. الناس اللي حواليها ما بيبقوش حاسين ان هي بتتعذب اساسا من التصرفات دي. وعلشان كده ممكن اقول في اخر الفيديو ان اي نظام غذائي بيكون فيه مبالغة او صيام لمدة طويلة او منع لاكلات محددة، ده غالبا نظام غذائي هيحفز الاصابة باضطرابات الاكل عند الناس اللي عندهم استعداد لحاجة زي كده، او هيفشل النظام الغذائي ده لانه نظام غذائي غير منطقي وغير طبيعي. وفي النهاية اشكركم ان انتوا كملتوا الفيديو لحد اخره. مع السلامة.